عملت طاجن السعادة مكلفنيش أكتر من 20 جنيه، وهيكفي 4 أفراد. في نفس الطاجن اللي هخبز فيه هو اللي هقلب فيه المكونات. حطيت بيضتين وظرفين فانيليا و4 معالق كبار من السكر. تقدري تضاعفي الكمية أو تقدري تقللي كمان. وبعد كده حطيت معلقة واحدة من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة، ومعلقة من الخل. وهبدأ أقلب المكونات دي. أنا عايزة السكر يدوب تماما. تقدري تستخدمي سكر بودرة من البداية. لو السكر حبيبات قلبي كتير بقى. هبدأ أضيف 3 معالق من الزيت أو الزبدة. أنا كانت عندي زبدة مسيحاها، ضفت 3 معالق من الزبدة، ممكن زيت وممكن سمنة. هقلب كويس جدا. هضيف كمان نص كوباية من الحليب بدرجة حرارة المطبخ. هقلب كويس جدا. وبعد كده هزود 5 معالق هرمية من الدقيق. ده 5 معالق. وكمان معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، وطرف معلقة كده ملح. واقلب بقى المكونات دي، اقلبها كويس وخلطتها تمام. هكون مشغلة الفرن على درجة 180، وهدخلها الفرن لمدة نص ساعة تقريبا. بس الاول انزل كده الاطراف علشان ما تتحرقش. في نفس الطاجن دخلته الفرن. احضر بقى طبقة البودنج. جبت كسرولة عندي، حطيت فيها معلقة ونص من السكر، تقدري تزودي سكر براحتك، معلقة من الكاكاو الخام، معلقة من الكوفي ميكس، ومعلقة نشا. وزودت عليها كوباية لبن، كوباية حليب يعني. ولقيتها لسه محتاجة مادة سايلة، زودت كمان نص كوباية من المية. قلبتها كويس على البارد ورفعتها على النار مع التقليب المستمر لغاية ما البودنج بتاعي بقى جاهز. زودت عليها نص معلقة من الزبدة. بس كده الكيكة عندي جاهزة. هبدأ أعمل فيها فتحات كده بالشوكة أو بعيدان الشيش طاووق. وبعد كده هبدأ أطريها شوية أو أسقيها بكوباية لبن. حطيت عليها 3 معالق صغيرين من الكوفي ميكس أو النسكافيه أو أي نوع قهوة سريعة الذوبان عندك. قلبتها كويس. هبدأ بقى أضيفها على الكيك. ده هيخلي الكيكة معايا طرية جدا، مش ناشفة. هيخليها كده عاملة زي طعم التورتة أو الجاتوه، بتبقى كأنك ساقياه بحاجة، يعني طعمها جميل. وهضيف عليها بقى البودنج اللي أنا عاملاه وهو سخن كده عشان أقدر أوزعه بسهولة. جميلة جدا. لو كلتيها وهي سخنة كأنك واكلاها في أحسن مطعم. حلوة قوي ولذيذة. ولو كلتيها وهي باردة كأنك بتاكلي جاتوه بالظبط. ابدأي بقى زينيها بأي حاجة عندك. تقدري تزينيها بمكسرات أو كده شوكولات من فوق، شوكولات شيبس أو فرماسيل زي ما أنا عملت. شوفوا بقى الجمال والعظمة. ده هسميه طاجن السعادة. حاجة كده واو، حلوة قوي. وبصراحة يعني الطاجن ده كبير وكفى تقريبا 4 أفراد. تقدري طبعا تضاعفي الكمية أو تعملي أقل من كده. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تحطولي لايك وتقولولي رأيكم بيهمني قوي. حطولي في كومنتات. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.